السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. تعالوا النهاردة يا حبايبي كده هنشوف مع بعض الكشري الاقتصادي. والله يا حبايبي كلفني بس هي 20 جنيه بس اللي كلفها لي. ازاي يا ام حنين؟ تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه وايه الخطوات، وهعرفكم ايه اللي اشتريته بس بال20 جنيه. اديت يا حبايبي هات مكرونة سوست معايا اهي، وادي مكرونة سباكيتي، ومكرونة معوجة، ومكرونة اللي هي المقصوصة اللي هي الأقلام دي. والله يا حبايبي مش عايزه اقول لكم ان الكشري دي كان طعمه جميل، كانت حتى ما شاء الله الكشري اللي انا عملته ب20 جنيه ده ما شاء الله كفى 15 نفر. ازاي يا ام حنين الكشري ام 20 جنيه كفى 15؟ تعال نشوف مع بعض الطريقه. ادينا اهو حمرت الشعريه، نزلت بحبه زيت ونزلت عليهم بالشعريه وهحمرهم. ومعايا هو ربع كيلو عدس بجبة، وبعدين نص كيلو رز، نص كيلو من الرز. انا مبحبش اكتر رز يا حبايبي علشان كتر ما المكرونه بتبقى كتير بيبقى الكشري احلى. هذا هو نص كيلو من الرز اهو غسلته، وادي ربع كيلو من العدس والشعريه احمرت اهيت يا حبايبي مع بعض. وبعدين هنزل عليهم بالاول بعد ما الشعريه معايا تحمر هنزل بالرز. الرز قبل العدس يا حبايبي، علشان العدس لو نزلت بيه والزيت سخن العدس هيكرمش معاكم مش هيبقى كويس. اهوت اديني نزلت اهوت بالرز، شايفين الرز معاك اهوت. وبعد ما نزلت بالرز هنزل بالعدس يا حبايبي بعد الرز اهوت. شايفين المنظر معانا الجميل اهو. قومي بس كده ما تكسليش، قومي اعملي غدا لعيالك يا حبيبتي. ولو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش اللايك والاشتراك علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديده. ادينا اهوت يا حبايبي بعد ما نزلت بالعدس وزودت الرز اهو، شايفين منظر الرز هو بيغلى اهوت يا حبايبي. وهوريهولكوا بعد ما طاب ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله زي العسل. تعالوا بقى نعمل الصلصه مع بعض يا حبايبي. هنجيب حبه طماطم كده، وهنجيب الاول حله وهنحط فيها حبه زيت، وهننزل فصين توم، وبعدين هنخرط عليهم قرنين شطه، وهنشوحهم لحد ما يحمروا. هننزل عليهم بالطماطم. وادي شكل الرز اهوت معاكم بعد ما طيبته، وما شاء الله العدس والرز وكل حاجه طابت مع بعضها. ازاي يا ام حنين العدس بيطيب مع الرز؟ والله يا حبايبي بيطيب وبيبقى زي العسل. وادينا اهوت هنعمل بقى مع بعض البصل، ولازما علشان البصل يقرمش معاكي. ايه الخطوه بتاعت البصل اللي تخليه يقرمش معاكي يا ام حنين؟ والله يا حبايبي بصوا حاجه ب2 جنيه بس، هتجيبي ب2 جنيه نشا وهتدعكيهم في البصل بعد ما خرطتيه، وهتنزلي بالبصل على زيت سخن. هيطلع معاك البصل يا حبيبتي ناشف وبيقرمش وزي العسل. وادينا هيت بعد ما سلقنا المكرونه هيت ما شاء الله المكرونه هيت بعد ما سلقناها. ومنظر يا حبايبي مش عايزه اقول لكم تحفه. والله يا حبايبي هات وديت الدقه هيت معانا عملناها هيت. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديده. وانا بحب اشارككم معايا يا حبايبي في كل حاجه. والله العظيم بصوا ما شاء الله ادي شكل الاكل اهو بعد ما عملته نص ساعه بس وكنت خلصت ده كله. قومي ما تكسليش واعملي غدا لعيالك يلا يا حبيبتي وفرحيهم. بصي يا حبايبي وما كلفنيش الا هي 20 جنيه بس اللي كلفها لي. شايفين المنظر معايا عامل ازاي يا حبايبي بعد ما خلصت؟ ادي الكشري اهوت ما شاء الله 20 جنيه يا حبايبي. ربع كيلو عدس ب15 و5 جنيه نشا. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك. مع السلامه يا حبايبي.